لما نيجي نقارن ما بين تمرينين ونقول الافضل على الاطلاق، مش بس بنتكلم في ضخامه العضلات. بصفه دي دكتور علاج طبيعي، فانا السيفتي والامان بياتي اولا. تمرين الدفع بالدمبل لعضلات الكتف، تمرين الرفرفه الامامي. لكن تمرين الدفع الامامي، تمرين الدفع بالدمبل، ده من التمرينات الكلاسيكيه اللي انا شخصيا بحبه. لكن تمرين الرفرفه الامامي يكسب في تمرين الرفرفه الامامي، يكسب في كفاءته في تضخيم عضلات الدلتويدز او عضلات الكتف الامامي بشكل كويس. لكن هياتي العيب ان التكنيك الغلط بتاعه ممكن يدمر لك كتفك. اما تمرين الدفع بالدمبل فهو الحقيقه ليه مميزات وعيوب. العيب بتاعه ان هو ما بيركزش على عضلات الكتف بس، بيشغل معاك عضلات الصدر خاصه الالياف العلويه بتاعتها، وبرده بيشغل عضلات الترايسبس. لكن في ميزه ممتازه جدا، وهو ان هو تمرين وظيفي. احنا في حياتنا مش بنعمل تمارين تشابه الرفرفه كتير، لكن في حياتنا ممكن نزق حاجات كتير، ده بيحصل. فلو هتاخد رايي انا، وان كان تمرين الرفرفه الامامي هو الافضل لتنشيط الكتاف، فتمرين الدفع بالدمبل يعتبر افضل على الاطلاق لو هنقارن ما بين الاثنين. لان دايما التمرين اللي هيخليك بتتعامل بشكل وظيفي اكتر، شكل رياضي اكتر، انا معاك. كان معاكم دكتور حازم طارق، اشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله.